ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. من القضايا المهمة تربية النفس. ليست القضية فقط أن نهتم بالجوانب السياسية ونهتم بجوانب الحركات الحزبية وغيرها، ولكن إذا تم تربية النفس فإنها تأتي بخيرات عظيمة. وبالتالي كان لابد لنا أن نجاهد أنفسنا في تربية أنفسنا من أجل أن نحصل على خيري الدنيا والآخرة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عاد من الجهاد في سبيل الله الكفاح المسلح إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. مشاهدينا الأكارم، سنناقش هذه القضايا بما نقارنه بشعبنا الإريتري وما نحن نتعامل به في حياتنا اليومية، وما تخرج من أعمال من هذه النفوس، أقصد نفوسنا نحن، سنناقشها إن شاء الله تعالى بتسليطنا على الكتاب والسنة. باسمكم جميعا نرحب ضيفي هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف. أهلا وسهلا بشيخنا وحبيبنا. مشاهدي الأكارم، ربنا تبارك وتعالى ذكر النفس في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال سبحانه حكاية عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال سبحانه: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن من خلال هذه الآيات يتضح لنا أن النفس ليست نفسا واحدة، وإنما هي أنواع، وخصوصا تلك النفس الطيبة التي قال الله عز وجل عنها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما أعظمها من آية وما أعظمها من نفس مطمئنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه النفس المطمئنة الطيبة. فإلى حلقتنا، تابعونا وكونوا معنا حتى نستفيد جميعا ونزكي أنفسنا بما يرضي الله تبارك وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مرحبا بشيخنا. مدخل عن النفس وأنواعها وما هو المقصود بها في ضوء الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويتحدث عن هذه النفس البشرية. والنفس البشرية حقيقة مركب معقد من الصعب جدا أن يختزل في تعريف أو تعريفين، يعني هي لها على كل جوانب شتى. لكن في القرآن الكريم يمكن أن نقول بأنها ترد بثلاث استخدامات. ترد أحيانا بأنها شيء منفصل عن الروح والجسد. جميل. النفس أحيانا يعبر عنها بتلك الطاقة الكامنة في الإنسان، عند خروجها هذه الطاقة تتعطل حركة الإنسان. وتأتي هنا تأتي منفصلة، طبعا تأتي منفصلة عن النفس والروح، تأتي منفصلة عن الروح والجسد. يعني كأنما عندنا ثلاثة مصطلحات: عندنا الجسد والبدن،
وعندنا النفس وعندنا الروح. أحيانا يأتي الاستخدام هذه النفس شيء منفصل عن البدن ومنفصل عن الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها وهي التي يقع عليها الوفاة. النوع الثاني من الإطلاق القرآني تطلق على المجموع، فيقال هذه النفس يا أيتها النفس يعني. فأحيانا يكون في إطلاق للمشترك، بمعنى أحيانا نقول هذه نفس معصومة، نطلقها على الإنسان ككائن فيه روح وفيه نفس وفيه بدن، إطلاق عام، الإطلاق العام. تمام. وفي بعض الأحيان تطلق على الروح، تطلق على الروح. إذن هذه 3 استخدامات نجدها في القرآن الكريم حول موضوع النفس الإنسانية. ولذلك الإنسان عليه وهو يقرأ القرآن الكريم أن يدرك هذه السياقات. يعني في سياق ترد بمعنى طاقة في كامنة في الإنسان هي التي أشبه ما تكون بالتيار الكهربائي في داخله، فإذا تعطلت هذه الطاقة الداخلية نقول والله تعطلت النفس أو خرجت النفس أو جميل. والروح سبحان الله أحيانا تأتي منفصلة تماما عن النفس، وهذه على كل موضوع آخر، يعني قضية الروح وعلاقتها بموضوع الوحي. فالقرآن الكريم كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول النفس تطلق على الروح ولكن الروح لا تطلق على النفس. الروح تطلق على النفس تطلق على الروح ولكن الروح وليس العكس. فدائما يقول قضايا الروح لها علاقة بالوحي، قضايا الروح لها علاقة بالوحي ولذلك لها علاقة بجبريل اللي هو صاحب الوحي. فهذا باختصار فيما يتعلق بالنفوس البشرية. وتنقسم عموما في القرآن الكريم هذه النفس كما تلوت وأوجدت في مقدمتك إيجاز طيب جدا. هذه النفوس من حيث التعامل معها كخير وشر أو كنفس طيبة ونفس غير طيبة نجدها تنقسم إلى 3 أقسام. جميل. النفس الأولى هي النفس، نبدأ بالنفس السيئة حتى نصل إلى النفس الأولى، هي النفس الأمارة بالسوء، كما قال الله تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي، حكاية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس وهذه تحتاج على كل إلى وقفة. النفس الثانية هي النفس المترددة بين نفسين، بين الأمارة بالسوء وبين النفس التي نطلق عليها النفس الطيبة، وهي النفس اللوامة. النفس اللوامة. النفس الثالثة وهي في قوله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. دي الثانية. الثالثة هي النفس الطيبة، النفس الطيبة المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة. فهذه 3 نفوس في كتاب الله تبارك وتعالى، أوصاف للحالة التي تكون عليها النفس البشرية. أليست هناك نفس رابعة، نفس خبيثة؟ النفس الخبيثة غالبا والله أعلم هي ترد في بعض النصوص، لكن في القرآن الكريم هي مراد بها النفس الأمارة بالسوء. وبالتالي في القرآن ستجدها 3: نفس طيبة اللي هو نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. هنا دعني حتى أيضا يعني ينتبه الإنسان، ونحن نتكلم عن هذه النفوس لا نتكلم عن نفوس بينها فواصل وطبقات لا تتداخل فيما بينها. هذه مهمة جدا. نحن أمام إنسان، هذا الإنسان فيه تقلبات نفسية، تقلبات عقلية، تقلبات قلبية، فهو متقلب. هذا الإنسان متقلب. فستلاحظ مثلا النفس الأمارة بالسوء تتداخل مع النفس اللوامة، والنفس اللوامة تتداخل مع النفس المطمئنة، وهكذا. لأنه لا يمكن أن تكون نفس لوامة ما لم تكن هنالك نفس أمارة بالسوء. فعندما يقع الذنب من الإنسان فإنه ائتمر بأمر نفسه السيئة. هنا يعني ستلاحظ بأن الأمارة بالسوء هي كثيرة الأمر بالسيئات. أبو البراء، نعم. هل هذه النفس لها علاقة بالقلب؟ هل هذه النفس هي القلب أم النفس شيء والقلب شيء؟ الله يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هل لها علاقة؟ أحسنت. على كل هي مسألة، هذه قضية أيضا أخرى وهي تدخلنا في مفهوم القلب في القرآن الكريم. مفهوم القلب في القرآن الكريم، القلب يطلق أحيانا بأنه هذه المضخة المادية التي تعمل على ضخ الدم في سائر الجسد. جميل. وهنا هو جزء من البدن، جزء من البدن.
وأحيانا أخرى يتجاوز حالة البدن إلى شيء آخر، تجاوز حالة البدن كمضخة إلى شيء آخر، وهو عندما يتفاعل المضخة البدنية مع الروح القادمة إليه من الخارج. فهنا تفاعل الروح مع القلب، هنا تأتي قضية القلب المكلف المتفاعل مع الوحي. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهنا ستلاحظ على كل يتفاعل القلب مع النفس ويتفاعل النفس مع الروح، فهي على كل فيها هذه التفاعلات الثلاثية. فيكون القلب أحيانا إذا ارتقى إلى مستويات الإيمان والطاعة والنور وكذا، يتحول إلى قلب فقيه وقلب مدرك وقلب معتبر وقلب متعظ. وإذا كان والله يتفاعل مع النفس الخبيثة أو النفس الأمارة بالسوء ورجح هذا الموضوع، فإنه يطلق فيه هنا، نكتت فيه نكتة سوداء حتى يكون على هذا قلب على قلبين. على هذا شيخنا أنت ترجح أن القلب والروح والنفس ثلاثة أقسام. نعم، ثلاثة أقسام. صحيح. القلب شيء والروح شيء والنفس شيء. هي بطبيعة الحال. وأنا عموما ميال إلى أنه لا ترادف في المفردات القرآنية، فإذا وجدت مفردة في القرآن يطلقها القرآن بشكل منفرد يجب أن تأخذ حكمها الخاص، ثم بعد ذلك دقتنا تكون والله في السياق الذي ترد فيه هذه المفردة، حتى نقول والله هذه المفردة في هذا السياق تعني كذا، في هذا السياق تعني كذا، في هذا السياق تعني كذا. نعم. فعموما لو تجنبنا الترادف يكون أكثر وضوحا في هذا الموضوع. نعم. وأميل عموما إلى الاختلاف أن القلب شيء، وهنا تأتي قضية أن القلب طيب له علاقة بقضية. هل ممكن أن نقول صلاح النفس يأتي بصلاح القلب، وصلاح القلب يأتي من خلال الاستماع والعمل بما أنزل الله تبارك وتعالى في العموم، يعني نعم. إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب. نعم. أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع وهو شهيد. هنا سبحان الله كان له قلب عجيبة جدا. سبحان الله. هنا القرآن لما يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هنا القلب ليس في المضخة، لاحظ، هنا معنوي. هذا هنا القلب الذي يرتبط بالعقل. نعم. فهنا الله تبارك وتعالى ربط الاعتبار بأمرين: واعظ القلب من الداخل، ونور الوحي من الخارج. جميل. فيكون بذلك نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم. صحيح. إن في ذلك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بواعظ القلب، واعظ النفس. طبعا. الواعظ من الداخل، وهي فيها علاقة بالفطرة، فيها علاقة بالعقل، فيها علاقة، هذه كلها سبحان الله ستلاحظ عندما تكون هنالك حالة تفاعل عقلي وإعمال للعقل وتدبر واتعاظ وتفاعل مع الفطرة، ثم اهتداء بهدايات الكتاب الكريم، هنا سبحان الله يكون الإنسان على كمال وتمام. تمام. نعم. شيخ، نحن نناقش النفس. نعم. النفس الآن بأنواعها. نعم. ونناقش هل القلب له علاقة بالنفس؟ الروح نتفق جميعا بأنها من أمر الله سبحانه وتعالى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لها علاقة بعالم الأمر. لها علاقة بعالم الأمر. نعم. ولها علاقة بالعالم العلوي أيضا. نعم. وتفاسيرها وأسرارها عند الله تبارك وتعالى. نعم. عندنا الآن أمرين: القلب نعم. والنفس. نعم. القلب والنفس. من خلال كلامكم الكريم اتضح لدينا أن القلب غير وأن النفس غير. لو جينا وقلنا الآن باعتبار يعني أن النفس تحتاج إلى تهذيب وتوجيه وإرشاد، وتحتاج إلى مجاهدة حتى تستقيم، هل هذه الاستقامة والتوجيه يكون من خلال القلب أم لا يا شيخ؟ من خلال القلب باعتباره المركز. باعتباره المركز. مثلا لما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: مبدأ كل علم نظري وعمل اختيار الخواطر والأفكار. وهنا القلب دعني أستخدم فيه هنا المضخة الفاعلة مع العقل الفاعل، يعني عندما تتفاعل حالة المخ والمخيخ هذه ومع القلب كمضخة تنشأ حالة القلب الذي يعقل، تنشأ حالة القلب الذي يعقل. وبالتالي لا يمكن للإنسان إلا أن يبدأ من إصلاح قلبه، لأنه تبدأ الخواطر منه وتبدأ الأفكار منه وتبدأ من خير أو شر. فيقول تبدأ هذه الخواطر والأفكار من داخل الإنسان. ولذلك
كثير من المفكرين الإسلاميين يتكلمون عن أن الإصلاح البراني يتوقف على الإصلاح الجواني، إن صح التعبير بعبارات علي عزت بيغوفيتش تحديدا، يقول الإنسان لا يمكن أن نصلحه بما يعرف الآن بالدورات بتاعة التنمية البشرية، يعني التركيز الخارجي، الهيكل الخارجي، الاهتمام بالظاهر. يقول لا، هذا الإنسان ما لم نقص في أعماق نفسه البشرية وفي داخله، فإن الشرطة لا تنفع والجيش لا ينفع وأجهزة الأمن لا تنفع في إصلاح هذا الفرد. قد تستطيع أن تقهره لكن لا تستطيع أن تغيره وتحوله. التحويل يبدأ من داخل إيه؟ من داخل النفس البشرية. جميل، هذا نعم. كلام جميل جدا جدا. نعم. تغيير الإنسان ولذلك النبي قال نفسه نعم. وليس من الخارج. يعني كافة السلطات وكافة أنواع القهر لا نعم. يغير الإنسان. لا يغير الإنسان. نجد فعلا في نعم. السجون مثلا، نعم، في السجون الأمريكية وغيرها، صحيح، عتاولة المجرمين من أصحاب المخدرات وكذا، نعم. تتنزل عليهم الأحكام، أحكام المحاكم يعني، نعم. والقضايا، وينفذ عليهم الحكم، وسرعان بعد ما ينقضي حكمه يعود مرة أخرى، نعم. ثم يعود مرة ثانية، وله يكون له سوابق ولا يتوب إلا ما نتر. ونجد أيضا أن بعضهم يدخل السجن فيلتقي بداعية، نعم، فيهتدي ويستقيم وتغير حياته كلها. تغير حياته صحيح. كلها. نعم. يعني نعم. 180 درجة. نعم. 180 درجة. صحيح. من مجرم إلى داعية. إلى داعية. إلى داعية. نعم. يعني هذا التحول يا شيخنا ما سره؟ سره كما ذكرت لك للأسف الشديد في كثير من نظرياتنا، خاصة في العالم المادي، تعاملنا مع الإنسان بالبعد الواحد اللي هو الإنسان المادي. تعاملنا مع الإنسان في بعده المادي، ولم نتعامل مع الإنسان في بعده الروحي وفي بعده النفسي. فهنا ستلاحظ بأن هذا الإنسان عندما تتعامل معه بالبعد الآخر وليس بالبعد المادي فقط، تستطيع أن تغوص في أعماقه وتصل إلى النقطة التي تحول هذا الإنسان، النقطة التي تحول هذا. فالإنسان هذا الله تبارك وتعالى ركبه من هذه الثلاثية التي ذكرت، ثلاثية البدن والنفس والروح، ويمكن أن نضيف إليها أيضا، بعضهم يضيف إليها الذوقيات، لأنه يقول لك الإنسان يعني يختلف عن الأشياء ويختلف عن النباتات ويختلف عن الحيوانات، يلتقي مع كل واحدة في شيء ويفارقها في شيء، ولكنه في النهاية هو من مكونات 4. عالم الأشياء عالم بدني محض، عالم النبات عالم ثنائي بحت وهو بدن وحواس، عالم الحيوان ثلاثي فيه نفس وفيه بدن وفيه حواس، عالم الإنسان يضيف إلى كل ذلك موضوع الروح. فهنا لاحظ، فعندما الروح موجودة حتى في الحيوان شيخ حسن. لا، موجودة النفس. أنا من أنصار أن الحيوانات لا روح فيها، فيها أنفس. كل نفس منفوسة، كل نفس أما الروح لها علاقة بالوحي، فنحن مركب فينا زي ما تقول عندنا CD خاص لتلقي الوحي. فالروح هي عبارة عن CD الذي يصلح لاستقبال الوحي والتفاعل معه، هذا غير موجود في عالم الحيوانات. عشان كده الله تبارك وتعالى لما يعيب على البشر أن يتحولوا إلى عالم حيوانات، يعيب عليهم هذه الثلاثية: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، فعندهم حواس وعندهم أكل وعندهم شراب، لكن خلت من مادة الروح اللي هي المادة العلوية المتقبلة لعالم الروح. الانتحار. الانتحار، نعم. ما سببه؟ لما الشخص ينتحر ويقتل نفسه؟ هل له علاقة بالقلب أم له علاقة بالنفس؟ نعم. نجد الآن الغرب وخصوصا في الدول التي سبحان الله يزيد دخل الإنسان فيها، يعني ماديا مرتاح، وتجده والعياذ بالله يهلك نفسه بكل سهولة. نعم. ما السبب؟ هذه للأسف الشديد، طبعا أنا ذكرت لك النظريات الغربية تهتم بإشباع الحالة المادية في الإنسان ولا تهتم بالحالة النفسية في الإنسان. أنا فاهم. أيوة. ذلك أنا أريد أن أركز. نعم. هل هنا الآن مشكلته في نفسه، في قلبه وليس في أو بدنه؟ في قلبه. في نفسه وقلبه وليس في بدنه. أنت استطعت أن تعالج مشكلاته البدنية، ما شاء الله وفرت له كل ما يتعلق براحته، شنو؟ راحته البدنية، لكن تجاهلت البعد النفسي فيه وتجاهلت البعد الروحي فيه، تجاهلت هذين البعدين، فهو يعيش حالة من الفراغ الروحي وحالة من الضياع النفسي والاضطراب النفسي. جميل. والبعد عن الله تبارك وتعالى الذي يجعله في نهاية المطاف يشعر بلا معنى للحياة. يعني معنى الحياة لا يشعره في بعده المادي، معنى الحياة يشعره في بعد بعد الإنسان. يعني هو ما ألقى نفسه يا شيخنا في الهلاك إلا أنه يجد في داخل نفسه آلام
أيوة. وعدم راحة. صحيح. وهذا معناه أن النفس غير مرتاحة. نعم. وأن القلب غير مرتاح. نعم. وبالتالي ألقى بجسده إلى الهلاك. بلا شك نتفق جميعا نعم. بأن غذاء الروح وغذاء النفس نعم. هو ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من توجيه. ولكن أنا أريد أن أصل إلى هل الإشكال هنا حينما هذا الشخص ينتحر، هل الإشكال في نفسه أو في قلبه أو فيهما معا؟ فيهما معا. فيهما. على أساس أن هنا نتعامل مع النفس باعتبار التعريف الثنائي لها، أنها جانب روحي وجانب جانب اللي هو الجانب الطاقة الكامنة في الإنسان التي تتقبل الهدى والضلال، تتقبل الهدى والضلال. فهنا القلب له دور كبير جدا، لأن هذه الخواطر التي امتلأ بها قلبه نتيجة شعور هذه الروح بأنها فقدت المعنى في الحياة. صحيح أشبعنا فيه العوامل المادية من أكل، من شراب، من راحة، من كذا، من مواصلات، من هو شاعر ما شاء الله في إطار البعد المادي فيه تضخم هذا البعد، ولكن حصل ضمور في بعده إيه؟ في بعده النفسي والروحي. وهذا له علاقة بالقلب وليس له علاقة بالبدن. هذا البعد تحديدا له علاقة بقلبه. وهذا الإنسان يعاني معاناة كبيرة جدا لأنه شعر بأنه والله لم يتم التعامل معه كما هو ككتلة متكاملة، بل تعامل مع بعد واحد في شخصيته. طيب شيخ حسن، يعني ما السر أو ما هو التعبير الصحيح في حالة النفس التي تكون كافرة ويعني تهتدي إلى الإسلام، فنجدها تتحول إلى نفس دامعة باكية إذا تليت عليها آيات الله عز وجل تخضع تخشع، وقبل ساعة سويعات ربما كانت والعياذ بالله شيئا آخر. هذا التحول فلسفته لو جينا نحن الآن نتكلم عنه، يعني أنا حضرت بعض مجالس الإسلام، تجد شخص يعني يدخل كافرا ويخرج مؤمنا ومسلما ويشهد شهادة الحق. الملامح حتى في الوجه شيخ حسن تتغير، التعبير يتغير، العبرات من الدمع ونزولها فيه هو وفي من حوله. هذا الشعور هل هو من القلب هل هو من النفس؟ ثم أيضا لا شك هو هداية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هداية التوفيق والإرشاد هي من الله، وهي هداية الدلالة هي من الله. ولكن هذا الشعور يعني نجد كثير من الأمريكان والفلبينيين وغيرهم من الكفرة إذا دخلوا حينما يدخلون في الإسلام تجد عنده شعور ويحكي عن هذا الشعور. يقول وجدت أنا أطوف حول الكعبة مثلا أجد أني أنا أبكي وأبكي. ما هو هذا الشعور؟ على كل هذا إذا يعني استدللنا له بقول الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وذكرت أنت بأنه هو هداية الله تبارك وتعالى، منحة الله، يعني فضل الله تبارك وتعالى على عبده. هذا الانشراح سبحان الله الذي يتنزل فجأة على الإنسان لدرجة أنه يجد ثقل، يعني يجد أن هنالك شيء نزل عليه لم يكن معهودا. هذا من توفيق الله، من محبة الله لعبده، من إرادة الله له بأنه خلاص يريد أن يخرجه من دائرة الضلال. ولذلك الله يقول أفمن كان ميتا فأحييناه، فالإحياء إحياء هذه النفس منه سبحانه وتعالى، وجعلنا له، لاحظ أيضا نورا، هنا لاحظ يقول أفمن كان ميتا فأحييناه، أو أحياه الله تبارك وتعالى حياة القلوب وحياة الإيمان وحياة الإسلام وحياة الإحسان، وليس الحياة العادية. هو كان حي، فمن كان ميتا هو كان حي، الحياة البدنية كان حي مثل الحيوان، مثل لكن الله أحياه حياة إنسانية تليق به وليس حياة بهيمية، فهنا دخل في عالم آخر. هذا سبحان الله. ثم قال وجعلنا له، هنا عملية التتابع الإيماني والتتابع في الإحسان والتتابع في الخير يدرج في نظرية الجعل في القرآن الكريم. الجعل هي حالة الصيرورة المستمرة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالجعل تأتي، عملية النور تأتي بعد هذا الانشراح. هذه سبحان الله لاحظت مرة من المرات امرأة سبحان الله من الغرب جايبنا في فيديو، بمجرد سبحان الله الداعية بدأ يقول أشهد أن محمد رسول الله، بكت، قالت هذا الاسم يؤثر فيها، أعد الاسم أعد، وتبكي. هي لم تعلن إسلامها بعد. أيوة لاحظت؟ ما هو هذه اللحظة هي لحظة سبحان الله الانشراح التي قذف الله في قلب هذه المرأة الهداية، وهذه منحة من الله وحده يعني. ولذلك سبحان الله لما ينسب الله تبارك وتعالى الفضل في الهداية له وحده من هذا الباب، لأنه
فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه على كل واحدة من القضايا. مشاهدينا الأكارم، حديث ماتع جدا حول النفس والقلب والروح. بهذه الثلاثة نحيا عند الله. أبقوا معنا فاصل نعود إليكم. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الأكارم، عدنا والعود أحمد. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. شيخ حسن، نلتفت إلى إريتريا. إريتريا يعني هي دولة من سائر الدول، وشعبها كأي شعب من الشعوب الذين يعيشون في العالم. فيه هذه النفوس الثلاثة: المطمئنة والنفس اللوامة وكذلك الآمرة بالسوء أو الأمارة بالسوء. لما رجع الجيش الإريتري من الميدان ودخل إلى المدن،
انقسم الناس فيه إلى 3 أقسام. قسم بقي على إلحاده كما هو، فذهب إلى البارات وإلى الفجور والفسوق، ولم يأبه بأي مظاهر من مظاهر الإسلام. وقسم توجه إلى المساجد وكأنه كان متعطش إليها، وأصبح من روادها بل من أصحاب الصفوف الأول. وقسم ثالث كان متردد بين هذا وهذا، فإذا وجد من يوجهه ويرشده ويشجعه إلى المساجد مال إليها، وإذا صحب أولئك الآخرين مال إليهم. هذا التقسيم الثلاثي الذي رأيناه نحن واقعيا في بلادنا إريتريا، هل له علاقة بالنفس؟ وكيف نوجه كل صاحب قسم من هذه الأقسام؟ على كل هي التقسيم الذي ذكرت هو نفس التقسيم القرآني في البشرية كلها. يعني كل البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل مولود يولد على الفطرة، ثم تأتي البيئة بعد ذلك، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا إشارة إلى الأبوين، ولكن دعني أتسع أكثر. تأتي الأبوين، تأتي المدرسة، يأتي الشارع، تأتي التنظيم السياسي الذي تنتسب إليه. كل هؤلاء يشكلون شخصية الإنسان. الإنسان أعطاه الله قابلية للخير والشر، فألهمها فجورها وتقواها. يعني هنالك قابلية في هذا الإنسان في نفسه، بأن والله الله تبارك وتعالى ركب فيه يمكن أن نقول جهازين. عندك القابلية أنك تميل نحو الخير بمشيئة الله تبارك وتعالى، ثم مشيئتك الخاصة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد تميل للجانب الآخر وهو جانب الشر، ثم تكون مسؤولا بعد ذلك عن مواقفك التي اتخذتها. وهنا الله تبارك وتعالى لن يجبرك على مسار من المسارات، فأنت على كل من يتخذ القرار المناسب في الإسلام أو الكفر. الجيش الأريتري كغيره من الناس جيش نشأ ابتداء، كل واحد فيه في طفولته نشأ في البيئة التي هو فيها، سواء كان مسلم أو مسيحي. غرست فيه قيم. مجتمعنا الأريتري مسلم على غير مسلم عنده قيم فاضلة. هذه القيم الفاضلة سبحان الله يعني تنشأ فيه منذ الطفولة. الأب يربيه عليها، الأم تربيه عليها، الأسرة تربي على هذه القيم. وبالتالي لما يذهب إلى الميدان ويلتحق بالثورة، إما أن تعزز عنده هذه القيم أو تطمر هذه القيم. فبعض الناس تطمر هذه القيم لدرجة أنها لا يراه منها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكت يعني المعاصي تنكت في القلوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، الله، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله العافية. فهذا النوع، هذه الحالة على كل تتشكل القلوب لما تعرض الفتن على الناس، فتن فكرية، فتن في الشبهات، فتن في الشهوات، الحديث عن قضية المادية الإلحادية، الحديث عن عدم وجود الله. على كل يتلقى الإنسان في هذه التنويرات أو هذه التعبئة، ما يسمى في ذلك الوقت بقضية التثقيف السياسي أو التثقيف الفكري، يصل به أحيانا إلى محاولة الخروج الكلي عن كل ما تربى عليه. فبعض الناس أشرب هذه القضايا إشرابا، وبعض الناس كان ينكرها، بعض الناس لم يتقبلها، وبالتالي يقول لك: يا أخي أنا لست ملحدا، لست ملحد. يعني التثقيف الذي حصل له كل ذلك لم يوصل إلى مرحلة إيه؟ مرحلة الإلحاد. نعم. ثم يقول لك: يا أخي أنا مسلم، لا ينكر إسلامه. بعض الناس للأسف الشديد حتى فكرة أنه مسلم تبرأ منها. نسأل الله العافية. هذه إشكالية كبيرة. نسأل الله العافية. بعض الناس يقول لك: أنا مسلم ولكني مقصر، أنا صحيح لا أصلي لا أصوم لا كذا. هو على كل أصل الإسلام متشبث به، وهذه مسألة مهمة في الهوية. جميل. لما يقول أنا والله مسلم، هذا عندك مدخل معه لأن تأخذ وتعطي. إذن والله كمل إسلامك، نعم، والتزم بضوابط الإسلام، والتزم. أما الذي يقول لك أنا أصلا فكرة الدين لا أؤمن بها ولا أتعاطى في حياتي بالدين، وأحكام الدين عندي غير واردة، هذا تحتاج إلى نقاش من نوع خاص. إذن هذه الأصناف التي ذكرت
كلها تقريبا موجودة، وفي هنالك صنف ظل يقاوم داخل الثورة نفسها في الحفاظ على بقية دينه. وحقيقة تسمع أحيانا قصص يكاد يعني يشيب لها الولدان. طيب خاصة ما يقولون شيخ حسن من غير قطع حديثك الغزو الفكري، نعم، هل هو يتوجه إلى تغيير النفس أو تغيير العقل أو القلب؟ الغزو الفكري، نعم. الآن في الميدان كانوا يغزون الشباب غزوا فكريا بأمور كثيرة كما تفضلت، لكن يبدأ بالعقل. أيوة يبدأ بالعقل ثم يؤثر على القلب ثم يؤثر على الجوارح، ومن الجوارح النفس، من جوارح النفس وتوابعها، يعني أطلق عليها الآن كلها النفس، على كل بما فيها جوارحك وروحك الداخلية تؤثر في هذه الأفكار. فأنت تقبلت فكرة، ثم هذه الفكرة تحولت عندك إلى تصور، تكامل عندك التصور، يتحول هذا التصور إلى إرادة، دخلت هنا حالة النفس الآن. لاحظ جميل. كل ذلك كان في الرأس، في العقل، كان في العقل، ثم تحول إلى القلب فصار هنالك إرادة. طيب جميل. نعم. بعد الإرادة تأتي قضية الأعمال. يا سلام. نعم. هذا تقسيم جميل شيخ حسن. حتى الإنسان الآن الشخص الملحد، نعم، الملحد الإريتي، نعم، هو أخونا في الوطن، نعم، واجبنا أن نهديه. ما الأسلوب المناسب لهداية شخص لا يرى أصلا وجود إله والعياذ بالله؟ نعم. نخاطب عقله أم نخاطب روحه أم نخاطب نفسه؟ المدخل على كل إلى مناقشة هذا الصنف من الناس هو مدخلين. المدخل الأول هو مدخل الفطرة، والمدخل الثاني هو مدخل العقل، والمدخل الثالث هو مدخل النقل، تأتي بعد ذلك. وهنا دعني أقول الأدلة الشرعية من حيث تقسيمها هي أدلة عقلية وأدلة نقلية. يقول الشاطبي الأدلة العقلية من الصعب أن تخاطب بها شخص لا يؤمن بها، وبالتالي القرآن الكريم تضمن في داخله نقاشا عقليا لهؤلاء. جميل. فتنقله من الحالة العقلية إلى حالة التسليم بالنقل. إذا سلم بالنقل يمكن بعد ذلك أن تأخذ وتعطي معه بالأدلة النقلية. فالمدخل إلى هؤلاء لأن ضلالهم له علاقة بالعقل وله علاقة بالفكر وله علاقة بالبعد عن الله تبارك. لكن كثير من الذين ضلوا ستلاحظ بأن هنالك أنسب مدخل لهم هو ما يجده في نفسه من دليل الفطرة كما يقول بعض العلماء الذين يناقشون قضايا الإلحاد. ستلاحظ بأن أقوى الأدلة التي يمكن أن يناقشوا بها هو الفطرة التي في داخله. لكن هذه الفطرة تحتاج إلى غسيل زي ما قال. أنت ستحاول على كل من خلال آيتان عظيمتان. حسن جزاك الله شيخ حسن. آيتان عظيمتان يعني تستوقفان دائما. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نعم. الآية الأولى. الثانية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. كيف تشرح لنا؟ طبعا هنا خلاص هذا الذي طوعت له نفسه قتل أخيه. هنا طبعا نحن دعنا أقول بأن المؤثرات على الإنسان أكثر من عامل. عندنا مؤثر النفس وعندنا مؤثر الشيطان، كلاهما من المؤثرات على الإنسان. يقال بأن الأمر الذي تدفعه النفس سريعا هذه نزقات شيطانية. لأن النفس الأمارة بالسوء نفس ملحة، نفس مصرة لا تتركك إلا أن تقع في الجريمة. الله العافية. ولذلك الشيطان يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن هو فقط إنه يقول لك يرمي لك الشبهة بس. فإن قلت له لا جاوزك. النفس ما تتجاوز. وهنا حقيقة بعض العلماء استفدت منه في أن كيف تفرق بأن هذا الأمر الذي دخل عليك شيطاني أم نفساني. إذا رأيت أنه والله يصبح عليك يمس عليك نهارك كذا هذا نفس وليس شيطان. الشيطان كيده ضعيف يرمي لك الشبهة، فإن دفعتها اندفع، وإن استعذت بالله عز وجل استعذت بالله نعم. فتذكروا فإذا هم مباشرة. لاحظت؟ لكن هذا الذي طوعت له نفسه وصل مرحلة المطاوعة لنفسه الشريرة. الله العافية. وهنا سبحان الله النفس الأمارة الله عز وجل ما قال نفس آمرة، كما أن النفس اللوامة ما قال نفس لائمة. النفس اللائمة تلوم مرة واحدة وانتهى، والنفس الآمرة تأمر مرة واحدة وتنتهي. الأمارة كثيرة التكرار في فعل الأمر، افعل 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 حتى تتحول إلى إيه؟ إلى صيغة المبالغة اللي هي صيغة فعال حصة ولوام في قضية اللوم. فهذا الذي طوعت له نفس أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وصل هذا الشخص مجاراة لنفسه وطاعة النفس والاستجابة لها إلى أن وقع في أعظم جريمة والعياذ بالله. كيف ننجو من النفس الأمارة بالسوء؟
النفس الأمارة بالسوء حقيقة يعني إذا عرفت ما هي أصلا نقاط الضعف فيك تستطيع أن تعالجها. هذه النفس البشرية نفس غافلة، نفس ناسية، نفس عجولة، نفس ظالمة، نفس جهولة. هذه الله تبارك وتعالى لما تحدث عن النفس البشرية ذكر في هذه الخصائص. خلق الإنسان من عجل، الإنسان كثير النسيان، الإنسان كثير الغفلة، الإنسان ظلوم، والإنسان جهول. إذا استطعت أن تعالج في نفسك هذه القضايا، فتعالج الجهل بالعلم، وتعالج الظلم بالعدل، وتعالج الغفلة بالتذكر، ولا تكن من الغافلين، وتعالج العجل بالتأني وضبط النفس والتعقل، ستلاحظ نفسك إن شاء الله بأنك استطعت أن تشق طريقا بإذن الله تبارك. أضف إلى ذلك أيضا هنالك يعني 4 محطات يمكن أن يمر بها الإنسان فيما يتعلق بكيف يمكن أن يتحول من شخص يعني عاصي لله إلى شخص طائع لله تبارك، باختصار لأنه ضيق الوقت يلاحقنا. تمام. النقطة الأولى في معالجة النفس، لأن هذه حقيقة كثير من الناس يسأل يقول لك والله يا أخي أنا أتابع وما قادر. ما هي الخطوات؟ نقول والله أنت أسلك 4 خطوات وبإذن الله تجد الثمرة. أول شيء المشارطة. علماء مثال ابن القيم وغيرهم ممن كتبوا في علم النفس الإسلامي أو علم السلوك قالوا لا بد للإنسان أن يشترط على نفسه شروط. جلس مع نفسك، أخلو بها، حاول أن تتلمس. المشاردة أو المشارطة؟ المشارطة، اشترط عليها المشارطة. إنه والله أنا خلاص من هذه اللحظة سأظل ألتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط بيني وبين نفسي. لاحظ هنا الآن أنت دخلت في علاقة خاصة مع النفس وحوار خاص مع النفس وبينك وبين ربك. ليس قد يوفي قد لا يوفي، وكثير منهم لا يوفون. سأتأتي، لكن أول شيء دعوه يشترط. طبعا. وهذه مهمة جدا في قضية التوبة. يعني نحن الآن في التوبة ماذا نقول؟ وأن يعزم أن لا يعود. تمام. إذا يشترط إنه هو يشترط على نفسه ويشترط لنفسه ولربه. هذه النقطة الأولى. طيب بعد المشارطة في المراقبة، وهو متابعة النفس في اشتراطاتها. هل استطعت فعلا أن توفي بما اشترطت على نفسك أم أن والله هذه النفس غلبتك؟ بعد المراقبة تأتي المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تحاسب نفسك في الأفعال، تحاسب نفسك في الأفعال، في الأقوال والأفعال، ثم تصل في نهاية المطاف إلى أنه والله أنت رابح أم خاسر. ثم النقطة الرابعة المجاهدة. عندنا المشارطة، المراقبة، المحاسبة، المجاهدة. هذه 4 محطات إذا أردت أن تصلح نفسك لابد أن تمر عليها. والمجاهدة أصعبها، أنه هي مرحلة صعبة شوي. يعني كيف تستطيع أن تعود نفسك مخالفة نفسك والهوى. كان بعض السلف رضوان الله عليهم يعني مما تعودوا لدرجة أنه والله مثلا إذا اشتهت نفسهم تمرة ينظر إليها ثم يقول لا. هو يروض هذه، يريد أن يعود نفسه مخالفة إيه؟ مخالفة النفس. يقول والله أسلك هذا الطريق، فيقول لا أريد أن أسلكه. لماذا؟ هو يريد أن يعود نفسه المخالفة، كيف يخالفها، كيف يحملها على الطاعات، كيف كذا. فهذه 4 محطات أنا في تقديري إذا استطاع أن يصل إليها الإنسان إن شاء الله. أختمها بنقطة مهمة جدا، وهو بعض الناس يقول لك والله أنا ما تبت إلى الله وأعمل الأعمال لكنني لا أجد لذة النفس التي تحكونها. نقول له الجأ إلى عبادات السر، ستجد هناك اللذة الحقيقية. فإذا كان خلوت بربك وتلوت كتاب الله وأدمعت عيناك ستجد لذة البكاء ولذة الحسرة ولذة يعني لذة العودة إلى الله تبارك وتعالى. ستجد اللذة في الزكاة وهي فيها خفاء كثير جدا. ستجد لذة الصيام وهي بينك وبين الله تبارك. ستجد لذة الذكر الخالي بعيدا عن الناس. هذه كلها إذا استطعت أن توسع دوائر الأعمال السر ستشعر بإذن الله تبارك وتعالى في مسألة لذة عبادة السر. وهذه طبعا لذة لا يدانيها شيء. ولذلك ننصح عموما الذين إن شاء الله عادوا إلى الله تبارك وتعالى أن يكون بينه وبين الله خاصية لا يعلمها أحد حتى أقرب الناس إليه. جميل. هل الدعاء له أثر على إصلاح النفس؟ بطبيعة الحال، فإن الدعاء أول هو العبادة وهو الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى. ومتى ما الإنسان يعني لجأ إلى الله واعتمد عليه، أول فيها عنصر الافتقار. أنت تعلن فقرك وغنى ربك. جميل. تعلن بأنك بحاجة إليه، تعلن بأنك تطرق بابه تلتمس فيضه ورحماته وفضله جل جلاله. أيضا فيها إقرار بأنك لا حول لك ولا قوة إلا بإعانة الله لك. هذه كلها قضايا
يشعر بها الإنسان عندما يقبل على الدعاء. وبالتالي أنت عندك أمامك هدايتين. الهداية الأولى قد تجدها في كتاب الله، وهي هداية البيان، وهداية أنه هذا حلال هذا حرام هذا كذا. النوع الآخر من أنواع الهداية لا يمكن أن تمنحه إلا من الله جل جلاله، وهو هداية التوفيق، هداية السداد، هداية الدوام والاستمرار. هذا تستمطره وتستجلبه من الله سبحانه. هل عندك شيء من حديث النبي عليه السلام في الدعاء؟ يعني ورد مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، كيف تشرح ذلك؟ طبعا هنا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، وهي كان خطبة يفتتح بها دائما عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي. فهنا تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ينسب كل الشرور إلى النفس، حتى الشيطان لو لم تتجاوب معه النفس، لأنه هنا في كلام كثير في كيف يحصل الاقتران بين النفس والشيطان، فتتحول النفس في النهاية إلى معينة وحليف للشيطان. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. فهنا يحصل تلاحم بين النفس الأمارة بالسوء وبين الشيطان، فيحصل ما يسمى في القرآن بالأز، تؤزهم أزا، أي أنهم تحرضهم تحريضا نحو الشر. الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مصدر الشرور النفس البشرية، عشان كده قال: اللهم أعوذ بك من شر نفسي. فإذا استطاع الإنسان أن يتوقع شر نفسه فقد انتصر، لأنه الشيطان كيده ضعيف، ولن يستطيع أن يؤثر عليك إلا إذا تفاعلت معه نفسك. إذا ارتقيت من دائرة النفس الأمارة بالسوء إلى دائرة النفس اللوامة، وانتقلت من اللوامة إلى دائرة النفس المطمئنة التي استقرت على الطاعات واستقرت على الخير واستقرت على المبادرة فيما يعني السباقة إلى الخير، فهنا لن يستطيع أحد أن يؤثر عليه. الجانب الثاني هنا لفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى نقطة أخرى: اللهم أعوذ بك من شر نفسي سيئات أعمالي. ما هو سيئات الأعمال التي يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء بأن شرور النفس تعقبها سيئات الأعمال اللي هي العقوبات الواردة من الله على شرور نفسك. لاحظت؟ وهنا طبعا أقرأ قول الله أنا في سياق شوي مختلف: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير في القرآن الكريم هي انتقال من الأسوأ، من الأحسن إلى الأسوأ. لاحظت؟ فالذي غير ما بنفسه من إيمان، من خير، من صلاح، من فطرة سليمة، من اتجاه إلى الله، غيرها إلى سوء، إلى نكاح، إلى تمرد على الله كذا، يغير الله به الحال. وعشان كده يقول لك في الباد، يقول لك الله لا يغير علينا لأن الأصل في تعامل الله مع عباده الخير، المنح، النعم، أن الله يديم علينا كل خير. طيب تغيرنا نحن، يتغير حالنا والعياذ بالله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من أمرين: تعوذ من أصل الداء وهو شرور النفس، وتعوذ من عقوبات هذا الأمر الذي تترتب سيئات الأعمال. أو العكس شيخنا، نعم، ربما يكون سيئات الأعمال هي التي أدت إلى ضعف النفس وبالتالي أصبحت شريرة. هل يمكن هذا؟ يعني مثلا في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. ليصدونهم عن السبيل، عن سبيل الحق. نعم. ويهتدون إلى سبيل، والعياذ بالله يتوجهون إلى سبيل الشر. نعم. فأي شيء يرونه شرا يتخذوه سبيلا. نعم. وأي شيء يرونه خيرا لا يتخذونه سبيلا. صحيح. وكما قال تعالى: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الخير لا يتخذوه سبيلا. فأتعجب شيخنا الكريم، والحديث حقيقة يطول. نجد مثلا الآن يهود المدينة بأقسامهم الثلاثة: بنو قريظة، بنو قينقاع، آثروا الكفر على الإيمان والعياذ بالله، رغم أنهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون صدق ما أنزل إليه من أن من آمن به دخل الجنة ومن كفر به دخل النار. وأمامهم أيضا يعني السيف، فمن كان مؤمنا نجا، ومن كان رافضا للإيمان ضرب عنقه. يعني تحليل الآن لنفسياتهم، كيف قبلوا أن يموتوا كفارا رغم علمهم بأن العاقبة وخيمة؟ كيف يرى لنفسه والعياذ بالله أن يرميها في بحر جهنم، وفي النهاية
نهاية وخيمة، ويصبر على هذا أيضا، ليس هو مجرد يصبر وهو يعلم أنه على باطل. وآيات كثيرة ذكرت في هذا. أعتقد تحليل ذلك يأخذ وقتا كبيرا لكن لو تشير إشارة خفيفة أن انتهى الوقت. طيب، إشارة خفيفة فيما يتعلق بمسألة هؤلاء. أولا الدافع الأساسي فيها هو الهوى. يعني العلم ما دام في علم ولكن في إصرار على الباطل، معنى ذلك أنت مغضوب عليه وليس ضال. الضال هو الذي تاه الطريق. طيب، الهوى من النفس أو من القلب؟ على كنت هنا الآن خليها مشتركة، أن القلب مؤثر في النفس والنفس مؤثر عموما في القلب. فهنا هذا الهوى الذي هو عبارة عن معرفة الخير ولكن إصرار على الباطل، ويصل مرحلة أن يكون هذا الهوى إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالإله صار هنا كأنما الهوى معبود، كما أن الشيطان يتحول إلى معبود. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش عبادة الشيطان؟ طاعة الشيطان. نعم. إيش عبادة الهوى؟ طاعة الهوى. وهذا أصل العبادة. العبادة الجوهرية هو الطاعة. هذه مهمة جدا. النقطة الثانية والعياذ بالله، هؤلاء مشكلتهم بأن كثرة الذنوب وكثرة المعاصي، وهذا ما نخشاه، يوصل الإنسان إلى مرحلة الران ومرحلة الأقفال. القرآن يعبر عن الأقفال وعن الران وعن طبع القلوب. عندنا الطبع والران، هذه مهمة جدا. أيوة. فهذه على كل مسألة خطيرة جدا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأعمالهم التي كانوا يعملونها من سيئات، من قتل النفوس، من أكل أموال الناس بالباطل، من الربا، من الزنا، أصبح لا يقبل أي حق. أصبح بعد ذلك ختم على قلب، ختم الله على قلب. فإذا أنت عندك ظرف ودار ترسله وبعد ذلك ختمت عليه، لم يعد هذا الظرف بإمكان أحد أن يفتحه. والعياذ بالله. هذه طبعا بعض الناس هذه من سيئات الأعمال، هي العقوبات النازلة على الإنسان والعياذ بالله. الران والختم والقفل والطبع، هذه كلها مصطلحات قرآنية لها علاقة كلها بالقلب. سنتحدث عنها إن شاء الله في الأسابيع القادمة. مشاهدينا الكرام، انتهى الوقت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النفس الطيبة التي يعني تبشر بالجنان، كما قال تعالى: النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولكن هذه النفس مشاهدينا الكرام لا تكون إلا من خلال العمل الدؤوب والدعاء والاستغفار والعودة إلى الله دائما. فنسأل الله تعالى أن يبشرنا الله بها حينما نموت. تقدم إليكم بالشكر الجزيل، والشكر موصول لشيخنا الدكتور حسن سلمان، كما أننا لا ننسى الكنترول الذين هم يعملون من خلفنا، جزاهم الله خيرا، شكر موصول لهم جدا. وصلى الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير. كانت هناك أبيات جميلة نريد أن نقرأها عليكم لكن الوقت انتهى، نقرأها إن شاء الله في أسابيع قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل